بطل الفيلم. الدنيا زي الفيلم ونهايته ملهاش تتر، وحياتك كتاب مفتوح واسمك عليه في أول سطر. فلو عشت سعيد أو مجروح فالنهاية حتما هتكون القبر. فمنه فين هتروح؟ ده الدنيا متر في متر، لكن هتروح للقاء ربك من بعد دنيا كنت طالب فيها الستر، من بعد اختبار لصبرك، من بعد ما حفرنا قبرك وعارفين ان عند ربك هتسكن في احلى قصر. وصحيح يا دنيا فيكي قهر، بس فيك اللي اتهنى واللي ما عندوش صبر، ده اللي سبقنا ولا استنى، واللي عاشلك وكأنك جنة، واللي بالجنة اتمنى، واللي وقف مكانه ولا لحقنا. ناس كتير يا دنيا وانا اللي عن وصفك عاجز. عمري اللي فات عدى في ثانية مع اني ما كنت عايز. كان نفسي افضل صغير ولا اشوف قساوتك، ولما بصيت في وشوش الناس عرفت انهم اصل حكايتك. عرفت انك قاسية على ناس ملهاش ذنب، على فلاح كان كل همه ازاي تدور الساقية، على طفل اتولد مريض بالقلب، على ناس والله شقية وناس غيرها خالص ومن غير قلب، على شباب سندوا على حيطة مايلة لما اتخرجوا من هندسة وطب، على اب مش لاقي يصرف على مية للشرب للأسف ريحتها تقرف، على اللي شاف الغلب منك وسوادك عليه بيكرف، على اللي حبه ليك عاد عليه بالسلب لأنه نسي ربه ورغم كذبه بيحلف، والشاب الكيوت اللي يوعد بالحب لكن لو وعده بيخلف، على خراب البيوت والحرب، على ناس مش عارفة ان العمر بيقذف بيجري بسرعة رهيبة والعداد شغال. شفت في عمري حاجات غريبة، شفت الظلم متعبي في 100 شوال. يا دنيا انتي عجيبة، كل ده كلام عليك اتقال، حتى ما سلمتش من كلام الغنوة الشبابية لما قالوا السكة شمال، حتى ما سلمتش من كلام الغنوة الشعبية لما قالوا الدنيا سيرك ومسرحية. ايوه انتي سيرك واحنا بهلوانات مشينا على يدوب سلك، وتعلمنا فيك كتير اشتغالات، وحلمنا ليكي ملك قرار ملوش احتمالات، وكأن الحلم شرك. حس بينا يا دنيا ده احنا بنحس ومش جبلات. خلاصة القول الدنيا مسرحية وسيرك وفيلم، واللي بيفهم لازم يمحي الظلم، واللي بيحلم لازم يحمي الحلم، واللي من شر الدنيا يسلم ده اللي يكون بطل الفيلم.